جماعة صباح الفل، ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ النهاردة قررت إن أنا أعمل كفتة، فهاخدكم معايا في رحلة إن أنا أعمل كفتة في البيت لأول مرة. كنت دايما بشتريها من الجزارة، بس قلت يعني ممكن أعملها، ما نعملهاش ليه؟ جبت معايا كمان تتبيلة كده بتبقى جاهزة، بتحط عليها حاجة بسيطة بوريكم يعني بنعمل ايه. بس لازم نلحق ننزل نجيب عيش، لأن أنا بحب الكفتة كلها بالعيش زي كل المصريين. يا دوب ألحق الجزارة فاتحة، لأن هم هيقفلوا كمان ساعة تقريبا، فيا دوب نروح نجيب العيش ونيجي نعمل الكفتة بتاعتنا وبعدين نكمل مذاكرة. بصوا احنا متأخرين وكل حاجة، بس يعني ايه، لازم في حاجات نعملها الأول، مش هينفع ننزل ومنظري كده، فمحتاجين نحلق دقننا الأول. هنحلق وبعدين ننزل، مع اننا متأخرين جدا، بس يعني ان شاء الله هيستنونا بإذن الله. وبس كده، ايه رأيكم كده احسن؟ يلا بقى ننزل على طول علشان يا دوب نلحق. خلاص جهزت، بس يا دوب نلحق لان احنا متأخرين جدا. قولوا لي ايه رأيكم في الاوتفيت، عجباكم ولا مش حلو ولا ايه؟ يا جماعة بصوا، الساعة دلوقتي 7:30 تقريبا او يعني 8. بصوا، كل الناس قفلت خلاص بجد، يعني مفيش اي شيء فاتح. هنروح نشوف الجزارة، يا رب يبقوا فاتحين. بس يعني دي من اكبر المشاكل اللي عندي هنا في ايطاليا، ان بجد كل حاجة بتنام بدري قوي. فانت تيجي مثلا الساعة 7 ما تلاقيش اي حاجة. السوبر ماركت هنا هو اللي بيطول شوية، بيقعد لحد 9:30، لكن غير كده انت مفيش، ما تلاقيش اي حاجة فاتحة خالص. لو احتجت اي حاجة حتى الصيدلية بتقفل، يعني قليل قوي اللي تلاقي صيدلية مثلا فاتحة 24 ساعة، وده ما بيحصلش يعني. فدي حاجة وحشة قوي للأسف. الحمد لله الجزيرة طلعت فاتحة وما رحناش على الفاضي، دي حاجة حلوة قوي بصراحة. جبنا العيش اهوت. في بقى هنا عيش من كل الأنواع، فينو بيبقى صغنن كده، وده عيش لبناني، وده العيش البلدي بتاعنا اللي بناكله في مصر. بتلاقوا بقى كل حاجة هنا، كل اللي انتوا عايزينه بيبقى موجود في الجزارات العربية عموما يعني. كنت عملت فيديو قبل كده عن الجزارة، هتلاقوه موجود على القناة. خلصت ورجعت الحمد لله، هنروح بقى نعمل الأكل. طيب دي اللحمة اللي هنعمل بيها الكفتة، هحطها هنا واحط عليها التتبيلة، وهنعوز نبشر شوية بصل وبس. يعني الموضوع سهل قوي، هنسيبها في التلاجة يعني ربع ساعة ولا حاجة، وبعدين نرجع لها تاني نحمر. الدنيا سهلة جدا، الحياة بسيطة. موضوع التتبيلة ده سهل قوي بصراحة، وبتاعت كنور دي طعمها حلو. ما جربتش أطعم تانية بصراحة، أنا جايبهم معايا من مصر. فاجئت لما جيت هنا إن هم بدأوا يجيبوهم في الجزارات. للأسف الجزارات اللي أنا كنت بتعامل معاهم ما كانش عندهم الموضوع ده. هنبشر شوية بصل عشان نحطهم، وبعدين نحط التوابل، وبعدين نسيبها في التلاجة. ده ربع كيلو، أنا بطلع ربع بربع، ببقى مقسم كل حاجة ارباع، وبعدين أطلع ربع بربع علشان يبقى أحسن، بدل ما أطلع اللحمة كلها كل مرة يعني. ده ربع كيلو هنعمله على طول دلوقتي. ده أنا بحط ربع بصلاية على ربع كيلو الكفتة، علشان طعمها كلها بصل وكده، ما بحبش البصل الكتير. ببشرها بفرمها يعني تقريبا. في حد قال حاجة هجربها معاكم دلوقتي، مش عارف هتنفع ولا لا، وهي ان انت لو جبت منديل وحطيت عليه ميه، الريحه بتاع البصل او الغاز اللي بيطلع من البصل بيخليك تعيط، ده هيروح على المنديل مش هيروح على عينيك، فعينيك مش هيبقى فيها بصل. هل ده حقيقي ولا لا؟ مش عارف، هنجرب دلوقتي. بس قبل كل حاجه، انا علشان ريحه البصل ما تمسكش في ايدي، ببشر البصل وبتعامل مع البصل دايما بجلافز، لان ريحه البصل صعبه قوي. عرفت حل ازاي اضيع ريحه البصل من ايدي، وهو انا بحب اشرب قهوه، فاي حد بيشرب القهوه افرك بس البن في ايدك، هيضيع منك بصل تماما يعني. بصوا ده منديل هبله ميه، ونشوف بقى التجربه هتنفع ولا لا. او غرقناه ميه علشان نشوف التجربه. هنستخدم البتاعه دي عشان نبشر بيها مبشره كده، بتبقى لذيذه والدنيا بتبقى حلوه بيها يعني. البس بس الجلافز وبعدين نبدا بشر. للاسف كان عندي الجلافز ناحيتين، بس الناحيه اتقطعت فما بقاش فاضل غير دي، بس يعني هنتعامل. تعالوا بقى نبشر ونشوف. Fili, vai, 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 sì, tranquillo. Dici ciao, sì, vieni qua. Sì, dici ciao. Hello, you put this. Bravissimo. Grazie, Vili. ده كان صديقي فيليبو، من الناس اللي ساكنه هنا معانا في السكن. مفيش ناس كتير ساكنين في السكن عندي، احنا كلنا على بعض حوالي 12 واحد او 11 واحد. هم لزاز يعني بصراحه، كلهم طليان، مفيش غيري انا العربي او اجنبي عموما. ودي حاجه حلوه جدا، لان هي بتخليك تتعامل معاهم، تعرف بقى ثقافتهم، تتعلم عاداتهم وحياتهم وكل حاجه، وبعدين تتعلم اللغه. بتساعدك قوي ان انت تعرف اللغه. فنصيحتي لو حد هيجي هنا، حاول تسكن مع ناس طليان، علشان هتفرق معاك كتير قوي في كل حاجه. صاحب طليان يعني، ما تجيش تقعد هنا كغريب وتبقى بعيد عنهم وما تبقاش معاهم في كل حاجه وكده. الجماعه اللي بتاع مش شغاله طبعا، مش كل حاجه كل حاجه يعني، انتوا طبعا فاهمين، بس اقصد يعني الحاجات اللي تنفع علينا. بس على فكره يعني احسن من ما فيش خالص بجد يعني، هي احسن من ما فيش. هو عيني وجعاني شويه بس يعني، لا يا جماعه مش احسن. طيب فشلت التجربه تماما، بس هنكمل.
بصوا بتخليها مفرومة كده أكنها مية فبتبقى حلوة يعني. في ناس بتقول إن هو الكفتة ما بيتحطش عليها بصل، بيتحط مية بصل، وأنا جربتها كده بصراحة وكانت حلوة يعني، عشان هي تقريبا شبه المية برضو، ما بيبقاش فيها بصل يعني، هي بتبقى عبارة عن مية تقريبا. أكيد البصل ده ليه طريقة للتعامل معاه أحسن من كده. يا جماعة أنا بكره البصل. طيب عملنا البصل الحمد لله، وبعد كده طيب عملنا البصل الحمد لله، هنحط بقى التوابل وبعدين نحطهم كلهم على بعض. دي بهارات الكفته اللي بقول لكم عليها، حلوه قوي، طعمها حلو وبتدي طعم جميل للكفته بصراحه، تنفع يعني لان انا مش عندي كل الحاجات بتاعه البهارات والكفته والكلام ده. انا بحط تقريبا نص الكيس على الربع كيلو، وبعدين نحط شويه ملح وفلفل كده بسط وخلاص. حاول كده ايه توزع التتبيله والبصل والكلام ده كله كل حته. واحد هيجي يسالني ويقول لي ما انت كده وسخت ايديك بالبصل وبقى ريحتها كلها بصل. اقول له عندك حق، ما عملناش اي حاجه مختلفه، بس يعني ربنا خلينا البن بيشيل كل حاجه الحمد لله. انا هسيبها بقى في التلاجة شويه وبعد كده هنيجي نعمل. احنا دلوقتي متاخر جدا يا جماعه، كلهم طبعا كلوا، مش عارف سامعينهم ولا لا، هم بيتعشوا دلوقتي. انا بحب اسهر وقت المذاكره، فخلاص ايام المذاكره دلوقتي وكده، فبحب اسهر علشان الدوشه اللي هم عاملينها دي، هم دوشتهم لا تطاق بصراحه. بسهر انا بالليل فباكل متاخر، فهم بالنسبه لهم بقى انت مجنون، انت بتاكل الساعه 11 بالليل، ده جنان. فيعني انا عايش معاهم كده بقى لي سنتين في نفس القصه دي، بس بدانا ناخد على بعض وبداوا يفهموا يعني. بس نسيبها بقى 10 دقايق ونرجع لها تاني. طلعناها ودلوقتي بقى نعمل الكفتة. بص انا هجرب دي لاول مره، احاول اعمل عليها الكفته، فهغسلها وبعدين نعملها عشان حاسس ان هي هتبقى حلوه قوي يعني، هي مش بتاعتي بس هتفي بالغلط. طيب غسلناها ودلوقتي بقى نعمل الكفته. اعتقد انه الاحسن للكفته ان هي تبقى طويله ومش تخينه، هحاول اخليها طويله على قد ما اقدر. حاسس لو كنت سبت شوية بصل عملت بيهم مية بصل كان هيبقى أحسن، بعدين حاسس الصباع طويل قوي يعني. بصوا يا جماعة فن، يعني المشكلة كلها في سحبه بس. أعتقد المفروض نحط شوية زيت، بس مش عارف ده صح ولا غلط، بحيث إن إحنا لما نشد الكفتة تطلع معانا بسهولة، بس يعني إيه مش عايز أجود بصراحة، بس هيعمل معانا 4 صوابع حلوين. 4 صوابع حلوين. دلوقتي هنحط الطاسة ونسخن الزيت على ما نعمل الطحينة. بصوا كده عملنا ال4 صوابع دول حجمهم كويس، حطهم بقى في الطاسة، بس هنسخن الزيت الأول. على ما الزيت يسخن هعمل الطحينة علشان ما نضيعش وقت وننجز على طول، لأن أنا ميت من الجوع. طبعا لو حد ما يعرفش أعمال الطحينة، أعمال الطحينة سهلة جدا. بتجيب الطحينة تحط عليها شوية ملح شوية خل شوية مية، تقلب كله في بعضه حسب بقى ايه انت عايزها، تقيلة تخفها شوية لو عايزها خفيفة، وهكذا يعني. كده نكون خلصنا الطحينة كده جاهزة، الكونسيستنسي بتاعتها حلوة او يعني مش عارف اسمها ايه، بس يعني هي كده خلاص تمام. انا بحبها تقيلة سنة. وبعدين هحط بقى دلوقتي الكفتة، نقلبها بقى. الحمد لله كده خلاص استوت وبقت جميلة. فاضل بقى التاتش الأخير شوية بيبسي، وبكده نكون عملنا أحلى غدا الساعة 12 بالليل. يا جماعة نفسي في صينية بجد، محتاج صينية جدا بصراحة، عايزين حد بقى يفتح لنا الباب. وصلنا بالسلامة الحمد لله. نجرب بقى وندوق واقول لكم رأيي، لان انا جعان قوي بصراحة. عارف طبعا كل اكل حلو وكده، بس هقول لكم رأيي برضو. نجرب ونقول بسم الله. عارفين كان المفروض نعمل ايه؟ نسخن العيش ده بقى نحطه كده ايه على الكفتة وهي لسه في الطاسة، بس مش مشكلة. جرب الاول من غير طحينة. 7 من 10. جرب بقى بالطحينة. 9 من 10. هاكل بقى وبعدين نقعد نذاكر عشان لازم نبدأ نذاكر، احنا متأخر أوي. جماعة بعمل دلوقتي رسالة الماجستير بتاعتي، خلاص فاضل أيام بسيطة إن شاء الله وأتخرج، بس ضغط جامد جدا بقى الأيام دي. حبيت إن أنا أعيشكم معايا بقى الأيام الأخيرة في الماستر بإذن الله، بس ضغط كبير جدا لأن مع التصوير والمذاكرة للامتحانات وكمان الرسالة. كمان مشكلتنا في رسالة الماجستير في مصر إن إحنا مش كل الكليات بتعمل رسالة. هنا أغلب الكليات بتعمل رسالة، فهم متعودين على ده يعني. اللي خلص البكالوريوس عمل في البكالوريوس رسالة، بعد كده بيعمل في الماستر. لكن أنا خلصت البكالوريوس مفيش يعني، ما عملناش أي حاجة. هو بيبقى عدد حالات معينة لازم نخلصه والحاجات دي كلها. هنا الرسالة إجبارية في أغلب التخصصات وفي أغلب الكليات في البكالوريوس. دي حاجة بتعلمهم وبتحضرهم للرسالة بعد كده بتاعة الماجستير، يبقوا جاهزين علشان المناقشة. البكالوريوس ما بيبقاش فيه مناقشة في الرسالة، لكن الماجستير بقى
تكون كبرت وفهمت فبتعرف تكتب رسالة المفروض يعني. وهم بقى متوقعين ان انا عارف ازاي اكتب رسالة، ودي المشكلة، انا ما كتبتش قبل كده فمش عارف. دكاترة بيتعاملوا ان انت عارف، يعني انت عارف الاستراكشر، عارف الدنيا تمشي ازاي. فدي من اكبر المشاكل اللي مواجهاني دلوقتي. بس حبيت اقول لكم لو حد جاي جديد يبقى عارف الدنيا فيها ايه وكده. كمان في حاجة عايزكم تعرفوها، التخرج هنا بيكون بمزاجك. يعني انا كنت مش عارف قلت لكم ولا لا على موضوع الامتحانات هنا نظامها حلو قوي. منين ما تعوز تدخل الامتحان بتدخل في 4 مواعيد للامتحان، وانت ممكن تدخل ال4 مواعيد عادي. لو دخلت اول واحد وما عجبكش النتيجة او ما نجحتش ادخل التاني، لو ما عجبكش ادخل التالت وهكذا. بس لازم ترفض الاولاني وتاخد التاني. لو يعني نجحت في التاني او عجبك او كده فلازم ترفض وبعد كده تدخل اللي بعده. ما ينفعش تدخل اللي بعده وبعد كده تقول لا ده انا اللي كانت قبل كده كانت عجباني اكتر، لا. فهنا هم مدلعينهم شويه في موضوع الامتحانات. موضوع الرساله بقى بيدوك كمان مواعيد محدده علشان تتخرج فيها. فالناس هنا بتتخرج كمجاميع، يعني مثلا في باتش كده هيتخرج في شهر 7، وباتش تاني هيتخرج في شهر 9، وباتش تاني هيتخرج في شهر 12. فانت بتختار انت عايز تتخرج امتى. انا كنت عايز انجز نفسي فقلت هتخرج في 7، بس شايف من اللي قدامي كده ان الدنيا يعني مش اسهل حاجه. فلسه مش عارف انا هفضل مصمم على موضوع ان انا اتخرج في 7 ده ولا لا. دعواتكم يا رب معايا ان شاء الله ان الدنيا تمشي كويس. ويعني اهو ادينا بنحاول وربنا يسهل. كمان بذاكر للمواد فالدنيا يعني صعبه شويه بس ربنا يسهل باذن الله. تعالوا افرجكم على المكان اللي انا فيه. دي اوضه كده اول ما جيت ما كانش حد بينزل فيها خالص، كانت بالنسبه لهم غريبه شويه، يعني مكان ما حدش بيستخدمه. بعدين لما انا جيت هنا فكنت عايز اشوف مكان اذاكر فيه، تعودوا بقى وبقوا بينزلوا معايا. فدي اوضه كده هم مسمينها صاله ريلاكس. دي مكان بتاع اجتماعات اصلا، وبعدين انا حولته بقى لمكان مذاكره. فبقوا بيجوا بعد كده كلهم ينزلوا يذاكروا فيه، وبقيت انا كمان بسهر بقى لوحدي علشان انا بحب اسهر وبذاكر بالليل. اوقات الامتحانات بقى لما بتبقى قريبه خلاص بتلاقيهم كلهم بقى قاعدين. تعالوا افرجكم عليها. اوضه بسيطه جدا صغيره خالص، ما فيهاش اي حاجه غير حاجات بسيطه. الشماعه اللي هناك دي معموله علشان هم بيدخلوا يحطوا الكوتس او البالطو بتاعهم او الجاكيت او كده في الشتاء، وبيحطوا هنا الشمسيات. يعني بصوا عاملين لهم فتحه كده علشان الشمسيه، يدخل يحط الشمسية بتاعته ويحط الكود بتاعه هنا ويقعد فيها بقى. تكييف وبتاع. للأسف برضو الأوض عندنا مش مكيفة، فده المكان الوحيد اللي فيه تكييف. بتلكك بقى في الصيف، الجو بيبقى حر هنا جدا في روما بدرجة ما تتخيلوهاش، يعني أكتر من مصر بكتير جدا. باجي هنا أقعد بقى في الصيف أهرب وأشغل التكييف لحد وقت النوم. بيبقى معاناة وقت النوم ده بس يعني بتعدي الحمد لله. الساعة دلوقتي 2:30 بالليل للفجر، بس أنا جوعت بصراحة وعايز أكل حاجة حلوة. فلقيت مكان كده بيبيع شوية كرواسونات وحاجات كده حلويات. دي نوادر يعني من الحاجات الغريبة اللي أنا اكتشفتها. فالمكان ده موجود على ابلكيشن اللي هو توصيل الطلبات. هطلب منه لأن أنا جوعت شوية وعايز أكل أي حاجة حلوة كده لحد الصبح تساعدني. يعني نجربه حاجة فاتحة لحد بالليل، دي حاجة غريبة بالنسبة لنا. انتوا طبعا في مصر الدنيا سهرانة براحتكم عادي، لكن احنا هنا كل المطاعم بتقفل الساعة 10:30 تقريبا. بعد 11 ما تلاقيش حاجة خالص فاتحة، لكن لقيت ده وحاجة كويسة. هطلب ونجرب مع بعض. جماعة الدليفري اللي جاي شكله مصري، اسمه أكرم. مش عارف لسه مصري ولا جنسيته ايه، بس هو عربي طبعا. فدي حاجة كويسة. هروح بقى واوريكم واحنا بنستلم ونشوف جنسيته ايه. حبيبي ايه الأخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ انت منين يا عم أكرم؟ أحسن ناس يا باشا. مفيش غيرنا سهرانين تقريبا في البلد دي حبيبي تسلم. شينكو ساي ليلتك فل يا حبيب قلبي. السلام عليكم. جماعة أكرم طلع مصري زي ما توقعت. مفيش حد سهران في البلد دي غيرنا. فتعالوا بقى الأوردر وصل، تعالوا افتحه وندوق مع بعض. الباب ده الباب المسائي، بنيجي هنا نفتحه علشان لو هندخل بالليل ما ندخلش من الباب الرئيسي لأن هما بيقفلوا. وعندنا هنا المكنة دي مكنة قهوة وفي شوية سناكس وكولا وحاجات كده لو حد عايز يشرب يعني. تعالوا بقى نفتح وأوريكم الحاجات اللي أنا طلبتها. بالمناسبة شينكو سي الرقم اللي أنا قلته ده معناها يعني 56 هنا، علشان يتأكدوا إن الرايدر ده جاب لك الأوردر مظبوط. فلازم ياخد منك رقم معين عشان يأكد إن هو وصلهولك. هو ده الرقم يعني اللي هو 56 يعني شينكونتا ساي أو شينكو ساي. بتوع الدايت يمتنعون. في الامتحانات مفيش دايت بقى، هم بصراحة مغلفينه حلو قوي. بصوا ده اسمه ماريتوتسو، في منه حجمين صغير وكبير، جبت الصغير. وده كورنيتو أو كرواسو اللي هو بالنوتيلا. تعالوا ندوق بقى. هدوق الماريتوتسو واقول لكم رايي.
حلو قوي يا جماعه، بحبه قوي. بيبقى عامل شبه عيش كده بس مسكر يعني، وفي قلبه كريمه، بسيط جدا وسهل جدا بس طعمه حلو قوي. والكورنيتو اللي هو بتاع الشوكولاته ده ممكن ماكلوش دلوقتي وافطر بيه الصبح، لان بصراحه الصبح ما بلاقيش حاجه افطر بيها، وعشان ما يبقاش كالوريز كتير. بصوا اصل عادي، هو التفكير بيحرق يعني، فاهمين؟ هبقى اتمشى بكره ان شاء الله، بس انا جعان قوي فاكلته بقى وخلاص. بكره الصبح نبقى نفطر هيلسي. بصوا دي النوتيلا، مش عارف شايفينها ولا لا، بس حاشينه نوتيلا كتير قوي. اللي ما يعرفش النوتيلا اصلا شوكولاته ايطالي، فبيعملوا بيها بقى حاجات كتير جدا من ضمنها الكرواسون، بس هو تقيل بصراحه يعني، مش قادر اكمله فعلا. عارفين احساس الندم اللي بيجي لكم لما تعملوا حاجه او في نص الحاجه كده الغلط؟ انا حاسس بده دلوقتي، كانش ينفع اكله خالص. يلا الحمد لله. بس حاجة حلوة يا جماعة ان انت تلاقي زي مكان تجيب منه سناك بسيط هنا، لان انا فعلا كنت بحتاس لو مثلا ما عنديش حاجة اكلها او عايز اكل اي حاجة مختلفة او كده، كنت بجد بحتاس جدا، ما بلاقيش اي شيء يتاكل. فكرة ان في حاجة اصلا فاتحة دي حاجة كويسة يعني. هنا غطيان الازايز مش بتبقى بتطلع، بتبقى لازقة كده ملزوقة عشان يحافظوا على البيئة يعني. قال يعني الغطا ده هو اللي هيبوظ الدنيا، هو اللي هيبوظ البيئة. بس بيبقى سخيف قوي في الشرب، بص تيجي تشرب تلاقيه قافل عليك كده، سخيف جدا بصراحة. طيب كلنا، نكمل مذاكرة بقى. الفجر خلاص أذن، هطلع أتوضى وهنزل أصلي، بعد كده نكمل مذاكرة تاني. بعد ما خلصت الصلاة الحمد لله ذاكرت شوية واشتغلت شوية، بس النهاردة الجمعة والساعة دلوقتي 8 الصبح، يا دوب ألحق أنام شوية علشان الصلاة إن شاء الله. هروح بقى أنام وبعدين بصحى وأخدكم معايا نكمل اليوم إن شاء الله لما أصحى يعني. صباح الفل عليكم. النهاردة الجو مشمس وجميل، هنروح بقى نصلي الجمعة وبعد كده نبقى نرجع نذاكر تاني. جماعة رحت اصلي، كنت متأخر ملحقتش اصور لكم، بس دلوقتي راجع الدنيا قلبت فجأة والشتاء غريب جدا يعني. احنا دلوقتي في نص 5 وفي شتاء زي اللي انا وريته لكم ده. دايما في روما لازم تتعود ان انت تخلي الشمسية معاك. انا وانا نازل ما لقيتش الشمسية في الشنطة، طلعت جبتها ونزلت تاني. الحمد لله كان قرار صحيح، لان الشتاء غريب جدا النهاردة. الحمد لله صلينا ودلوقتي رايح على البيت. جماعة الحمد لله بعد معجزة قدرنا نروح الحمد لله بعد الشتاء الكتير ده. الحمد لله إن أنا كنت واخد الشمسية معايا، بس دي حاجة تتعلموها للزمن بعد كده. لو جيتوا روما في أي وقت في شهر 5 لازم يبقى معاك شمسية، لأن أنت ما تضمنش تماما اللي ممكن يحصل. ممكن يبقى شمس زي الصبح كده كنا بنقول الجو مشمس وجميل، فجأة الشتاء جامد جدا وبتاع. المهم يا رب يكون الفيديو عجبكم. أنا بقى هكمل اليوم إن شاء الله، وأكمل مذاكرة وأكمل شغل وأشتغل على الفيديو ده إن شاء الله. عايزكم تدعموا القناة، عايزين نبدأ نزيد اكتر، وان شاء الله الفيديوهات تنتشر اكتر علشان اعمل لكم فيديوز لو انتوا حابين الفيديوز اللي احنا بنعملها. شكرا جدا على دعمكم، وشكرا جدا على كل الكومنتس اللي انتوا بتكتبوها. انا بقرا كل الكومنتات ومتابع كل اللي انتوا بتسالوا عليه وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها. اكتبوا لي في الكومنتات لو في حاجه عايزين تعرفوا عنها اكتر. عايزين ان شاء الله الفتره الجايه نعمل فيديوز طول الوقت، ومش عايزين نقطع خالص باذن الله. مش هنقطع خالص وهننزل طول الوقت فيديوز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم.